السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة وفرحة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. وبشكر كل الناس اللي بتسأل دايما على ميمي، وفين الفيديوهات، فين القراءات. بشكركم جدا 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 حبايب قلبي. قبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس، بفكركم باللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل قراءة جديدة بأمر الله تعالى. إن شاء الله تكون توقعات إيجابية وفي نفس الوقت تكون خفيفة على قلبكم، ونستحضر النية كده، نستحضر النية برج القوس، واتمنوا كده أي أمنية إن شاء الله بأمر الله واطلبوها من رب العالمين. أي طاقة سلبية تخرج خالص من القراءة. وبشكر جدا جدا من كل قلبي الناس اللي سألتني على الشاب اللي هو كان عامل حادث كبير ده. وبشكر الناس اللي هي دخلت في كل الكومنتات ودعت وطلبت الشفاء للشخص ده. يا رب إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم، ويكون فعلا إن شاء الله الشفاء للشاب دوت. وربنا يا رب إن شاء الله يشفيه ويعافيه ويطلعه من الأزمة اللي هو فيها. وعايزة أقول لكم إن أنا تواصلت فعلا مع والدته، وبتواصل معاها برضو دايما. وهي طبعا سعيدة جدا جدا لما شافت الكومنتات الجميلة بتاعتكم ودعائكم لابنها. بس هو للأسف لسه حالته خطرة جدا جدا وحرجة جدا جدا. يا رب إن شاء الله يتلطف بيه ويعطيه عمر تاني بأمر الله على عمره إن شاء الله، ويشفيه بأمر الله. برج القوس، برج القوس في طاقات حواليك كده، بس طاقات مش حلوة. يعني طاقة، معانا طاقة برج الجدي، انت مع الجدي. طاقة برج الجدي بتأثر عليك، بتخليك حزين، بتخليك بتتنرفز جدا جدا. يعني انت شفت من الجدي كتير جدا جدا. طاقة برج الميزان، آه، بس مشكلته الطرف التالت دايما. دايما بيبقى في حياته طرف تالت. برج الميزان هي يعني برج هوائي، برج النهارده بيضحك، بكره وفي نفس الوقت بيكذب، وبكره بيعيط، وفي نفس الوقت يعني متقلب، متقلب جدا. وممكن يبيع عادي، مفيش مشاكل عند برج الميزان. ممكن يبيع، ممكن يبيع. عندك رجوع لبرج الأسد والسرطان، بس الأسد أنت مقلق منه جدا. لأنه مش راسي على حاجة يعني. كل يوم في حال. والحالة المادية عند برج الأسد مش يعني مش قد كده. هي ديت اللي دايما مشاكل بينكم بسبب كده. السرطان طيب بس برضو متقلب. الطاقات ديت اللي هي محيطة بيك يا برج القوس، لو انت عاوز فعلا يتم الارتباط يعني ويتم الحياة السعيدة ما بينكم، لازم انك انت تتخطى حاجات كتيرة جدا جدا يا برج القوس. مش عيب لما هو يبقى حبيب وصادق، مش عيب لما هو يبقى زوج و... ويقول لك حاضر انا غلطت وحصل لك غلطتي، مش مشكلة. بس الطاقات ديت هي محيطة بيك، وطاقتك أنت بتقول دايمًا إن أنا لأ أرفض، لأ أنا مش أقبل. لازم تغيّر الmood بالطاقة بتاعتك علشان استقبل الإيجابيات بأمر الله. عاوز تسيب مكان سكنك، عاوز تسيب مكان السكن اللي أنت متواجد فيه. لإن في مشكلة الحقيقة في السكن ده، في مشكلة كبيرة في المكان.
بس هي مشكلة روحانية أكتر، مشكلة روحانية. يعني المكان فيه طبعًا يعني روحانيات، ومش هنتكلم في يعني الموضوع، لأن الموضوع كبير جدًا. بس هو طبعًا في حاجات أنت بتشوفها، في حاجات بتظهر لك، وطول الليل طبعًا أنت مش هتعرف تنام خالص، عندك عدم النوم دوّة. في أحلام طبعًا مخيفة جدًا، في أصوات أنت دايمًا بتسمعها، في حاجات بتتكسر كتيرة جدًا، جدًا، وتبوظ كتير جدًا، جدًا في المكان بتاعك ده. أنت يعني بقيت تجيب ناس تقرأ في المكان، وناس، 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 بس للأسف لسه ما وصلتش للحل الجذري. بس أنت لو يعني بحثت شوية هتلاقي حد يطلّعك من الأزمة ديّة، تلاقي حد يخرّج لك كل الحاجات ديّة بحاجة بسيطة جدًا. هتختار بين شخصين يا برج القوس، شخص شخص متمسك بيك جدًا، وشخص أنت متمسك بيه، يعني سبحان الله يعني. اللي هو متمسك بيك فعلًا هو بيحبك، و ودايمًا يعني عاوزك تبقى فرحان وسعيد. الشخص التاني أنت بتحس دايمًا هو مش عارف يحقق حاجة، مش عارف إن هو كل ما يوصل يرجع تاني، كل ما يدّيك ميعاد يرجع فيه تاني. فأنت مش عارف أنت بس بتحبه، بس بتحبه يا برج القوس. طيب عندك إن شاء الله نصرة من عند ربنا بأمر الله، وعندك تجمُّع عائلي، بس في شخص أنت كده هتزعل منّه شوية. شخص أنت هتزعل منّه شوية من كلامه، بس خلّيك حريص جدًا على وضعك، وخلّيك حريص جدًا على لو أنت عايز تعمل حاجة في المستقبل ما تقولهاش، ما تقولهاش. دايمًا خلّيك حريص، خصوصًا في تجمُّع عائلي بالذات، لإن القعدة دي بيبقى فيها ناس مش بتحب لك الخير يا برج القوس. عندكم كمان ارتباط إن شاء الله شهر فبراير، شهر 2 ترسيم للعلاقة، وفي كمان عندكم رجوع لمنفصلين بأمر الله، بعد غياب وبعد حيرة وبعد يعني محاكم وحاجات كتيرة جدًا، جدًا، في رجوع للمنفصلين سبحان الله. عندك سماع كمان خبر حلو جدًا، جدًا خلال 5 أيام بأمر الله، خلال 5 أيام بأمر الله تعالى. هتسعد يعني كده، هتبقى سعيد كده مش مصدّق نَفْسك بأمر الله. عندك كمان طاقة المال حلوة، حلوة، كانت مقفولة شوية بس اتحرّكت وهتتحرّك أكتر كمان. شهر فبراير ده شهر جميل جدًا، جدًا، اتحرّك، بس قبل كمان شهر يناير ما يخلص هتتفائل وتتبشّر بالمال بأمر الله. في شخص يا جماعة ظهر، الشخص ده متقاعد، يعني قاعد على كرسي متحرك. الشخص ده قاعد على كرسي متحرك، بيدعي على أشخاص ظلموه، بيدعي من قلبه على أشخاص ظلموه. طيب رسالة ليك أهوّة بتقول لك هتقول للنحس ابعد بعيد بلا رجعة، وما تقرّبش من برج القوس تاني. يعني الرسالة بتقول لك كده. أموال كتيرة جاية لك هتسعدك إن شاء الله. عندك رسالة كمان من شخص بعيد، من شخص بعيد أو كان مبتعد، أو ما الظروف ما كانتش يعني سامحة إن أنتم تتواصلوا أو كده. المهم هييجي لك رسالة من الشخص ده حلوة جدًا، جدًا، هتفرّحك جدًا، جدًا. في مشكلة مع جارك بيتجسس عليك، في مشكلة مع جارك بيتجسس عليك، وبيأذيك، بيرمي عليك حاجات ويبوّظ لك حاجات سبحان الله، يعني غيرة، غيرة بقى، وعنك أنت أصلًا ما لكش دعوة بحد، وما بتتدخّلش في أمور حد، ولكن في ناس كده تظهر من تحت الأرض لبرج القوس، لا يعني دايمًا كده بيبقى في غيرة، غيرة، غيرة كده منّك يا برج القوس سبحان الله. عندكم شراء سيارة بقى جديدة أهيّة سبحان الله.
لون حلو، اللون يمكن الأسود أو لون أبيض. يعني أنت ما يعني إن شاء الله هتختار ما بين الاتنين يعني بأمر الله. آآ بس يعني عاوز أنت بقى إيه، عاوز تغيظ بيها حُسّادك أنت كده. يعني أنت عايز إيه، يعني عايز تجيب السيارة ديّة علشان كده إيه، يعني إيه، حُسّادك بقى كده يتغاظوا منّك كده بقى وإيه، يعني بُص، يعني هم أصلًا هيفرقعوا أصلًا من غير أي حاجة. لو أنت لابس حاجة حتى كده، حاجة والله لو أنت لابس حاجة قديمة برضه سبحان الله بيغيروا منّك يعني. بس في شخص من دمك يا برج القوس، في شخص من دمك بيتمنى سقوطك، و يعني بيضيّق عليك كده في الكلام، والّا يعني دايمًا كده بيحط يعني إيه، بيبقى عايز يحرجك بحاجة كده لو أنتم قاعدين مثلًا، وبيجيب في سيرتك على طول يعني للأسف بالسلب يعني. يعني احذر منه أوي يعني. في رحلة إن شاء الله عاوز تطلعها مع أشخاص يكون يعني عندهم إيه، مميزات كده يعني معيّنة يعني، مش أي حد طبعًا أنت بتطلع معاه رحلة، ومش أي حد إن أنت تكلّمه، أشخاص معيّنة أنت هتطلع معاهم الرحلة دي يا برج القوس. في حد جايب في سيرتك مع شخص واصل. في حد جايب في سيرتك مع شخص واصل، لأ لأ مش بالسلب، لأ يعني بيشكر فيك أوي بيمدح فيك وعاوزك إن أنت توصل لهدف معيّن، سبحان الله. أنت بقى كنت مفكّر العكس، يعني أنت كنت مفكّر العكس، إن الشخص ده عاوز يشيلك من مكانك، أو يعني يعمل يعني حاجة كده في ضهرك وِحشة، يعني يبتاغك بكلمة، لأ، 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 هو الحقيقة هيقعد مع الشخصية المرموقة دي وهيمدح فيك يعني، سبحان الله. فيعني هتبقى جايب العكس كده، أنت بتفكّر في حاجة هتيجي حاجة تانية. في كمان عندكم هتشتروا جهاز كده كهربائي، يعني ممكن تلاجة، deep freezer، آمم ميكروويف مثلًا، حاجة كده في البيت هتشتريها. يعني يعني أنت عندك حاجة زيّها هتجيب كمان حاجة زيّها برضه، يعني يبقى خير في البيت يعني، يبقى خير في البيت بأمر الله. طيب، آآ عتبتك الفترة اللي جاية دي هتستقبل بشارات حلوة جدًا، هتستقبل أخبار حلوة، هتستقبل خير، جاي لك خير واسع وخير كبير جدًا، جدًا يا برج القوس. أنت صبرت كتير جدًا وهتنول إن شاء الله اللي في بالك، والأمنية بتاعتك إن شاء الله هتتحقق بأمر الله تعالى. بس خلّي بالكم من صحتكم جدًا، وأنتم مهملين جدًا في نفسكم، دايمًا بتخلّوا حاجة الآخرين أعلى من حاجتكم. دَوّر على نَفْسك شوية، اهتم بنَفْسك شوية، خلّي جزء ليك كده مميز ومُعيّن في حياتك، جزء خاص يعني، ده لحياتك. يعني مثلًا ممكن أنت في المكان اللي أنت قاعد فيه، يبقى كده في جزء كده من المكان ده في شمعة كده ليك كل يوم إن شاء الله كده ت ت ت تنوّرها، مع بخور معيّن يجذب ليك الطاقة الإيجابية، يبعد عنك الطاقة السلبية، مع الملح الصخري طبعًا ما تستغناش عنه خالص. خلّي كده إيه رُكن كده في البيت، يبقى طبعًا نور هادي جدًا، جدًا، تقعد فيه وتستجم مع نفسك، و تحاول إن أنت يعني تستدعي الطاقات الإيجابية إن شاء الله، وتطلب من رب العالمين اللي أنت عاوزه كله. خلّي كده دايمًا عندك روحانيات بسيطة، بس والله هتفيدك كتير جدًا، جدًا. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، عايزة الفيديو ده إن شاء الله تعالوا لايك كده، وعايزة أشوف جيش برج القوس هيعمل لايكات قد إيه ومشاهدات قد إيه، عايزين بقى إيه القناة كده إن شاء الله تعلى بيكم وليكم بأمر الله.